عمرك دخلتِ مكان وحسيتِ إن كل الناس باصة عليكِ، إن شكلِك مش عاجبهم، إن لبسِك مش حلو، إنهم أكيد بيحكموا عليكِ؟ طب لو قُلت لِك إن بنسبة كبيرة كل ده في دماغِك، هتقولي إيه؟ يا مساء الخير في بودكاست لك الساعة 7 مع نور كل تلات وخميس. إحنا كبنات اتربينا بشكل أو بآخر إن لازم نكون كاملين، لازم شكلنا يبقى مثالي، لازم جسمنا يبقى معين، لازم ما نغلطش، بنقعد بطريقة معينة، صوتك ما يبقاش عالي، ضحكتك ما تبقاش عالية، كلامك يبقى بصوت واطي، ولازم الناس كلها توافق علينا. فبنبقى عندنا صوت جوانا، صوت ناقد جدا جدا، وكل شوية يقول لنا أكيد هي شايفة إنك تخنتي، أكيد هي استغربت كلامك، أكيد ضحكوا عليكي بعد ما مشيتي. بس الحقيقة كل واحد مشغول بنفسه. البنت اللي انت فاكرة انها مركزة معاكي ممكن تكون طول الوقت قلقانة ان الناس هي اللي بتبص عليها. خليني احكي لك على حاجة كده. وانا في الجامعة كان في بنت شاطرة جدا جدا وانا كنت بحبها، بس كنت حاسة ان هي شايفاني بصورة نيجاتيف، او ان هي مش بتحبني. بعد مثلا 9 سنين ولا حاجة وريكونكتد، اتكلمنا مع بعض بالصدفة، وكانت بتقول لي قد إيه إن هي كانت بتحاول تقلدني في طريقة لبسي، وحتى بعتت لي صورة إحنا بالصدفة كنا متصورينها مع بعض، لابسين شبه بعض ونفس الستايل بالظبط. لو هي ما جاتش قالت لي بعد 9 سنين إن فعلا دي كانت وجهة نظرها عني، كنت هفضل لحد دلوقتي متأكدة إن هي شايفاني أقل مما أستحق، أو إن هي مش بتحبني أو دمي تقيل بالنسبة لها. إحنا بنعمل فيلم كامل في دماغنا، بنصدق إنه حقيقة، فبنلغي خروجة، بنرفض فرصة، بنسكت في اجتماع، بنخاف نجرب عشان سيناريو عمره ما حصل وعمره ما هيحصل. عارفة إيه المشكلة أكتر؟ إن دماغنا مش بتميز دايما بين الحقيقة والاحتمالات. تفتكري كام فرصة ضاعت منك عشان انت افترضتي إنك مش كفاية؟ كم مرة ما ردتيش تصوري صورة عشان قلتي لما أخس؟ بس مين قال إنِك لازم تبقي كاملة عشان تعيشي؟ يمكن الحاجة الوحيدة اللي واقفة بينِك وبين اللي نفسِك فيه مش الناس، هي دماغِك انتِ. كل مرة تسمعي الصوت اللي بيقولك مش هتقدري، هيضحكوا عليكي، هتفشلي، اسأليه سؤال واحد: ايه الدليل؟ مش الإحساس، لأ، أنا عايزة الدليل. هتكتشفي إن أغلب مخاوفك مفيش عليها أي دليل، وده مش معناه إن الخوف هيختفي، بس معناه إنك ما تخليش الخوف هو اللي يسوق حياتك. افتكري دايما إن مش كل فكرة بتيجي في دماغك بتبقى حقيقة، وأوقات كتير جدا أكبر سجن اللي بنعيش فيه هو اللي بنبنيه لنفسنا. لو وصلت لحد هنا فشكرا جدا جدا، ان انتي كملتي للاخر في بودكاست لكي الساعه 7 مع نور. قوليلي في الكومنتس ايه اكتر فكره كانت في دماغك واكتشفتي بعد كده ان هي ما كانتش حقيقه اصلا.